النهارده انسحبت كل القوى المدنيه، انسحبت. الاستاذ عزب مصطفى كان قبل حضرتك بيقول لك دول تعرضوا لضغوط وهناك. لا ده انا جاي لك فيما اكثر من كده. احنا واحد برضو قال لي تعرضوا لضغوط، قلت له طيب الكنيسه والازهر والمحكمه الدستوريه، قال لي الله، هو الازهر ده مين اللي معينه؟ طب والكنيسه؟ الله، ما الكنيسه مع النظام. الله، والمحكمه الدستوريه؟ قال لي طب هو المحكمه الدستوريه مين رئيسها؟ يعني انكار، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، نقابه المحامين، انكار تام، انكار تام لاي اخطاء. هم توهموا انهم يملكون الحقيقه فقط، مش يتحدثوا عن الحقيقه، لا هم يملكون الحقيقه. وايه اللي وصلهم لكده؟ انا اعتقد انه غرور القوه ووهم القوه، واللي وصلهم لكده توهمهم ان الاغلبيه في مجلس الشعب تعطيهم كل هذه الحقوق. هذا امر هزل، لانه الاغلبيه في مجلس الشعب او الاغلبيه والكلام ده اتقال 100 مره، الاغلبيه لا تملك وضع دساتير. انما لما يجي حتى الاحتياطي يا استاذ محمود، حتى الاحتياطي ال20 الاحتياطي ال17 الاولانيين منهم اخوان مسلمين وحريه وعداله ونور، وبعدين جايبين 3 في الاخر. يعني عشان توصل لل3 دول لازم ال17 اللي فوق دول يموتوا. هو في ايه؟ يعني